كيبدا الفيلم ديالنا في الدنمارك في الزمان ديال الفايكينغ، وغادي يبان لنا واحد العملاق كيلعب مع ولدو. ديك الساعات غادي يبان لنا واحد الرجال من الفايكينغ جايين باش يقتلوا هاد العملاق غادي يشوفهم جايين عنده، غادي يهز ولدو وغادي يهربوا. كاين في الاخر العملاق غادي يوصل للحافه، وملي غادي يشوف راسو حصل غادي يخبي ولدو. العملاق ما كانش باغي يتضارب معاهم، كان باغي غير يخبي ولدو، لكن هما ما غاديش يرحموه وغادي يبقاو يلوحوا عليه العافيه والاسهم حتى غادي يطيح من الجبل. والولد كان كيشوف كلشي ولكن ما كان عنده ما يدير. ساعات الزعيم غادي يشوفو، غادي يمشي ويجبد السيف ديالو، كان باغي يقتلو ولكن في الاخر ما غاديش يقد حيت كيبقى غير دري صغير. ديك الساعات الرجال ديال الفايكينغ غادي يمشيو بحالهم، والدري الصغير اللي سميتو هوب غادي يهبط عند باه، غادي يلقى الجثه ديالو وغادي يبغي يجرو لواحد الكهف باش ما يجيوش الغربان وياكلوه، ولكن ما غاديش يقد حيت الجثه كانت ثقيله عليه. فغادي يضطر انه يهز السيف ويقردو طراف باش يقدر يديه للكهف. غادي يدوز بزاف ديال الوقت وغادي يبان لينا بلي هوب كبر، ولكن مسكين فوق ما كان كيشوف الجثه ديال باه فكان كيبقى فيه الحال بزاف. وموراها غادي نشوف واحد القبيله في الفايكينغ غادي يبانوا لينا كيديروا واحد الطقوس دينيه، والسبب انهم غادي يفتتحوا واحد المطعم ليلي. ديك الساعات الزعيم ديال القبيله غادي يقول لهم صافي راه الامور مغيزه، دابا نقدو نفتحوا هذا المطعم. في الجهه الاخرى غادي يبان لنا هوب مورا ما داز بزاف ديال الوقت غادي يخرج من الكهف ديالو، وغادي يوعد راسو انه غادي ينتقم من باه. وفي الليل هما مقصرين في المحل اللي فتحوا، هوب غادي يوصلوا غادي يضرب الحارس اللي كان برا، والداخل غادي يذبح كاع الفايكينغ بواحد الطريقه متوحشه. والغد ليه الزعيم اللي غادي يوصل غادي يتصدم بالمشهد اللي لقى، غادي يلقى الرجال ديالو كاملين مقتولين بواحد الطريقه متوحشه. الزعيم غادي يسول القائد فين كنتي ملي هادشي طرا، القائد غادي يقول ليه بلي كنت في القريه وخليت الرجال هنا بعد ما شربوا، ولكن ما عرفتش شكون قتلهم بهاد الوحشيه. والغريب ما كاينش شي مرا ولا دري مات. الزعيم اللي غادي يسمع هاد الهضره غادي يعرف بلي القضيه كبيره، والمشهد غادي يتغير لواحد القريه اخرى في الفايكينغ، وغادي يبان لنا واحد الراجل اللي سميتو ليو كان مشهور بزاف في القريه ديالو حيت كان شجاع وكيتعتبر من احسن المقاتلين. كيف ما معروف الفايكينغ غادي يمشيو بالسفن ديالهم باش ينهبوا الاراضي البريطانيه، ولكن هما في طريقهم غادي تكون واحد العاصفه وغادي يضطروا يوقفوا في الدنمارك. وفي هاد الليله غادي يبان لنا الزعيم ديال الدنمارك مشاو تحداه هوب، ولكن هوب غادي يقتل كاع الرجال اللي كانوا مع الزعيم. هنا الزعيم غادي يشوفو وغادي يجري موراه، ولكن قبل ما يلحقوه هوب غادي يقدر يهرب. الزعيم غادي يبقى كيسول علاش هوب ما بغاش يتحارب معاه وكيقتل ليه غير الرجال ديالو. الغد ليه الناس ديال القبيله كامله غادي تجمع في المكان ديال القتل، وغادي تجي مرات الزعيم غادي تقول ليه بلي بزاف من الرجال ديالنا ماتوا ودابا غادي يطرى لعيالاتهم. بقات الحاله غادي بحال هكا فراه غادي يبقاو غير العيالات. الزعيم ما غادي يكون عنده ما يقول وغادي يبقى ساكت. موراها مراتو غادي تمشي عند واحد المراه اللي سميتها لينا، وهذه واحد المراه منفيه من القريه كتعيش غير بوحدها. غادي تقول ليها انت تقدي تشوفي الموت قبل ما يجي، واش راجلي غادي يموت؟ هنا لينا غادي تجاوبها وغادي تقول ليها نتوما طردتوني من القريه ودابا بغيتو المساعده ديالي. هنا المراه غادي تقول ليها بلي ماشي انا السبب. هنا لينا غادي تقول ليها بلي راجلك ما غاديش يقتلوه. ديك الساعات ليو والرجال ديالو غادي يهبطوا في واحد المستوطنه اللي القبيله ديال الدنمارك عايشين فيها. وهنا غادي يجي واحد الجندي من الدنمارك وغادي يقول ليه بلي حنا من الفايكينغ ماشي من حقكم تستعمرونا. وهنا غادي يقول ليه ليو انا هو المحارب ليو المشهور، بغينا غير تاع شي ايامات باش نكملوا الرحله ديالنا. ان الجندي غادي يقول ليه بلي حنا سمعنا عليك بزاف، وغادي يديه باش يشوف الزعيم ديالهم. الزعيم اللي غادي يشوفه غادي يفرح بزاف وغادي يقول ليه بلي اخر مره شفت باك كنتي انت باقي طفل، ولكن دابا وليتي محارب عظيم. وفي الليل الزعيم غادي يدير ليه واحد الوليمه، ومرات الزعيم براسها غادي تقدم لهم الماكله. وفي وسط الوليمه غادي يسول ليو الزعيم علاش عندكم العيالات اكثر من الرجال. ديك الساعات الزعيم غادي يعاود ليه على الهجمات ديال هوب اللي كيدير في الليل. اليوم اللي غادي يسمع هاد الهضره غادي يقول ليه الا كان هوب كيجي كل ليله وكيقتل الرجال ديال الفايكينغ غيعني بلي انا ورجالي غادي نتسناوه. ورا ما غادي تسالي الحفله الزعيم والعيالات غادي يرجعوا للدار، اما ليو والرجال ديالو شي محاربين من القريه غادي يبقاو كيتسناو تماك هوب. نص ديال الليل هوب غادي يجي، ولكن ملي غادي يطل من الباب غادي يلقى بلي ماشي هما هادوك الفايكينغ اللي عندهم معاهم مشكل. غادي يحسوا الرجال اللي داخل بلي شي واحد كاين برا غادي يهجموا،
ولكن هوب غادي يكون مشاهرب، والغد تلاه في الصباح غادي يبان لنا الزعيم معجب علاش في الليل ديال البارح حتى واحد ما مات. وهنا ليو غادي يقول ليه راه جا حتى للباب، ولكن بلاصه ما يتهرب دار الطواليط ومشاهرب. سمحوا لي غادي ندير لكم لوقتكم واحد 10 ثواني، ولكن الا كان ممكن دعمني معنويا باشتراك وشي لايك. صافي درتيها، يلا نكملو. موراها ليو غادي يمشي هو والرجال ديالو كيقلبوا على هوب في الجبال على امل انهم يلقاوه يقتلوه، ولكن قلبوا في بزاف ديال البلايص والو ما غاديش يلقاوه. موراها غادي يمشي عند لينا اللي عايشه بوحدها في الجبل، وغادي يقول ليها بلي هو سمع بلي كتشوف الموت قبل ما تجي. غادي تقول ليه حتى انا سمعت بلي انت هو المحارب العظيم ديال الفايكنج المشهور، قول لي علاش جيتي لعندي. ليو غادي يقول ليها بغيت نعرف شحال من واحد غادي يموت في هاد الحرب بين هوب والفايكنج، وواش هوب غادي يموت ولا لا. مهم بزاف نعرف باش نقدر نحمي الشعب ديالك. لينا غادي تقول ليه بلي هما نفاوني وانا ما بقيتش محسوبه عليهم، وغادي تقول ليه بلي هوب غادي يموت، ولكن بزاف ديال الفايكنج حتى هما غادي يموتوا وهذا الشيء اللي غادي يستاهلوه. ليو غادي يسولها علاش كتقولي بحال هكا، وهنا غادي تقول ليه بلي داكشي اللي داروا في هوب ماشي ساهل، وانت من الاحسن تبعد من هذا الموضوع. ومع كان باغي يسولها اكثر، الرجال ديال ليو غادي يوصلوا وغادي يقولوا ليه الظلام غادي يطيح، خاصنا نرجعوا للقبيله. ليو غادي يمشي عند الزعيم بانفراد وغادي يسولو واش هوب فايت قتل شي مرا ولا شي طفل. الزعيم غادي يجاوبو غيقول ليه لا، هو كيقتل غير رجال الفايكنج. وهنا ليو غادي يقول بلي هوب كيقاتل بشرف. الزعيم غادي يتعصب وغادي يقول ليه واش هو كيقتل في الشعب ديالنا وانت باقي كتمجد فيه، واش انت مسطي؟ ليو غادي يجاوبو وغادي يقول ليه انا ما كنمجدوش، ولكن هو عنده شي سبب علاش هو كيدير بحال هكا. الزعيم غادي يقول ليه قبل 20 سنه هاد الوحوش نقاردو ما بقاوش، هذا ما عاد منين جا، الا كنتي خايف بلا ما تحاربوا. الغد ليه غادي يبان لنا ليو مشى عند لينا وغادي يسولها على كيفاش غادي يقتل هوب. فهاد اللحظه غادي يبان لنا هوب. ليو غادي يشوفو وهوب غادي يهرب وغادي يتبعو ليو. غادي يقول لهوب الا كانت عندك الشجاعه واجهني، علاش كتبقى غير تهرب؟ وهنا هوب غادي يجاوبو ولكن باللغه ديالو، ولينا غادي ترجم لليو. هو قال بلي ما عندوش مشكله معاه وطلب من ليو يجمع الرجال ديالو ويمشيو من القبيله بلا مشاكل. وملي ليو غادي يسمع هاد الهضره غادي يرجع مع لينا للدار وغادي يسولها علاش كيبقى يدور حدا دارها. لينا غادي تقول ليه بلي ملي هي صغيره الرجال ديال القبيله كانوا دائما كيعينوني، ولكن ملي جا هوب حتى واحد ما بقى كيقرب ليا، وعليها انا ما غاديش نعاونك باش تقتلو. خاصك تعرف بلي هوب قاصه بزاف في صغرو. ماك ليو غادي يمشي عند الزعيم وغادي يقول ليه بلي دوا مع هوب على طريق لينا، وقال ليه بلي ان الفايكنج عاملوه بقسوه عليها هو كينتقم. الزعيم غادي يبان لينا بلي ما مرتاحش وغادي يقول لي من بعد ندوي معاك. وليو هو غادي عند الرجال ديالو غادي يشوف واحد المجموعه ديال الدراري الصغار وهما كيضربوا في واحد المعاق. غادي يجري عليهم ليو وتماك هذاك الراجل غادي يقول بلي با حربات هوب في الماضي عليها هوب قتل عائلتي كامله، وانا عارف هوب فين كاين. انت والمحاربين ديالك تقدروا تمشيو تماك وتقتلوه. ديك الساعات غادي يمشيو الرجال ديال ليو في المركب للجبل اللي ساكن فيه هوب، وكان معاهم حتى الراجل المعاق يوريهم في الطريق. غادي يطلعوا للجبل وغادي يلقاو المدخل الوحيد ديال الكهف، ولكن كانوا كاملين خايفين وحتى واحد فيهم ما قاد يدخل الكهف. راه الرجال غادي يرجعوا للقريه وغادي يبقاو كيتسناو في هوب، ولكن هوب ما غاديش يجي ديك الليله. في الصباح ليو غادي ينوض مصدوم بالجثه ديال المعاق اللي وراهم الطريق. ديك الساعات غادي يقرروا انهم يمشيو يقضيو على هوب. اللي غادي يدخلوا للكهف ما غاديش يلقاوه، غادي يتصدموا من الاتات اللي مخبيها هوب. وواحد من الرجال غادي يمشيو يهز الجمجمه ديال با وغادي يهرسها. ملي غادي يرجع هوب في الليل للكهف ديالو وغادي يلقى الجمجمه مهرسه، غادي يعرف شكون دخل عليه للكهف وغادي يتعصب بزاف. وفي الليل وهما ناعسين في القريه هوب غادي يهجم عليهم بوحشيه وغادي يقتل هذاك اللي هرس الجمجمه ديال با. داك الساعات ليو غادي يبغي يحاربو، ولكن هوب كان قوي بزاف. غادي يقدو يشدو هوب بواحد السلسله وهوب باغي يهرب. غادي يقرر يقطع يدو قبل ما يجيو الاخرين. الاخر غادي يقدر يهرب ولكن موراها غادي يموت حيت نزف بزاف. والغد ليه الفايكنج غادي يكونوا حزينين على صحابهم
اللي غادي يكونوا ماتوا وغادي يحرقوا الجثث ديالهم، اللي هو غادي يقول للزعيم بلي انت قلت لي غير النص ديال الحقيقه، دابا ملي مات هو عاود ليا كلشي. ديك الساعات الزعيم غادي يعترف بلي شحال هادي قتلوا الاب ديال هوب بلا سبب، اللي هو غادي يقول ليه بلي انت قتلتي بريء، بلي هوب ما كانش بحالك، عمرو قتل شي واحد بريء. الزعيم اللي غادي يسمع بحال هكا غادي يحس بالذنب، وفي الليل غادي يبان لنا الناس ديال القبيله كيحتفلوا بالموت ديال هوب. موراها اغلبيتهم كل واحد غادي يرجع لدارو، اللي هو غادي يمشي عند لينا غادي تقول ليه اللي هوب مات، ولكن انت باقي غادي تعاني بزاف، وغادي تعاود ليه على الماضي ديالها هي وهوب، وبلي هما بجوج ولدوا واحد الولد. موراها غادي تبان لينا الام ديال هوب وهي كتقتل بزاف ديال الرجال، وغادي يتاخد الليد ديال ولدها، والغد ليه غادي يكونوا الجنود ديال الفايكنج كيدوروا، وغادي يلقى واحد الراس مقطوع، وغادي يسحب لهم بلي هوب باقي عايش. ديك الساعات ليو غادي يمشي للكهف بوحدو، وغادي يلقى الام ديال هوب غادي تهجم عليه، وكانت قويه بزاف، ولكن غادي يقدر يضربها بحجره راسها وغادي يقطع ليها راسها. وديك الساعات غادي نشوفوا ولد هوب ولينا وهو السيف في يدو، وليو غادي يهبط سلاحو وغادي يمشي. ليو غادي يمشي عند الزعيم وغادي يقول ليه انا غادي نمشي، هوب ومو راه ماتوا دابا. موراها غادي يمشي عند لينا وغادي يقول ليها تهلاي في الدري الصغير. لينا غادي تقول ليه ما تخافش علينا. في الاخر غادي يبان لنا ليو كيبني القبوره ديال هوب والام ديالو، وغادي يبان لنا الدري الصغير كيشوف فيه بالدموع. وتل هنا غادي نكونوا سالينا. ما تنساوش اخوتي ديروا لي شي لايك وديروا لي شي متابعه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليوا لي شي قليب في لي كومونتير. وكان معاكم خوكم كولومبو.